السلام عليكم ورحمة الله. معكم في حلقة جديدة في الجمعية السودانية للحمام الزاجل، ولقاءنا مع الأبطال والهواة، الأخ قاسم والأخ رماح. واليوم حلقة تشرح عن الحمام أبو قنبور، وهو اللي تجد لديه طرطور، ما يسمى في الخارج بالطرطور، وهو قليل لأنه الحمام الزاجل ما يتواجد فيه هذا الشيء. فالآن طلبت منهم أنا، وجزاهم الله ألف خير مشكورين، إنهم أحضروا لنا بعض من حمامه وحيشرحوا لكم إن شاء الله. طبعا الأخ قاسم والأخ رماح ما يخفى عليكم، معروفين عندكم طبعا، نزلوا في النت وتفرجتوا حلقاتهم اللي فاتت، وإن شاء الله الليلة حيشرحوا الحلقة الجديدة. تفضل. ممكن نشوف واحد من الفروض يا قاسم رماح؟ شوفوا يا تفهم تختاروا. بسم الله الرحمن الرحيم. بجمعية الحمام الزاجل في المزاد. طبعا يا اخواننا، الظاهرة بتاعت الحمام بقنبور دي احتمال تكون شنو؟ بسيطة جدا. كويس. والقنبور بيجيب كريفيتا. الكريفيتا دي جات من ضمن الحمام، جات واحدة بس فيهم كريفيتا. يعني في ناس هسي بيتوقعوا انه الحمام ده بيقولوا كشك، في ناس بيقولوا صوافة، في ناس بيقولوا، لكن ما شاء الله وصلنا لأبعد حد. كويس. كون انا ذاتي لو ما كان اصلا كده حصلت المراحل دي، احتمال انا اقوم اغالط الناس اقول لهم يا اخي ما في حمام بقنبور، لكن احتمال يكون في النت في حمام بقنبور. لو الزول بحث كده كويس بيلقى حمام بقنبور، لانه الظاهره دي بسيطه جدا وإن كانت قليلة، وهي قليله. يلا، العين بتاعت الحمام دي ملحيه طبعا. نعم. كويس. ديك عين ملحيه. لو معلش تقربها لنا يا أستاذ رماح، ارفع لي فوق، كل ما ترفع لفوق ظهر. أيوة، تظهر عين الحمامة. ايوه، عينها ملحيه. كويس. والقنبور لو سمحت أنا شوف. القنبور. أيوة، ما ترى القنبور والكرفتة. الكرافيتا حاجه نتشه كده بس، هاي اللي هي في الأمام. ايوه، في الرقبة. وخلي الرماح يكمل لنا باقي الشرح لانه انا عارفها كويس يعني عنده إضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تربية الحمام الزاجل في السودان. الليلة هنا هنتكلم عن رغبنا عن القنابير وكده، إنه سمينا ظاهر إنه الناس في السودان تقول ما في حمام قنبوري زاجل بكرفتة ما في. أيوة على السؤال. طبعا هنا وصلنا لأبعد حاجة زي ما قال الأخ قاسم، من مجهودنا ومن تراكيبنا وصلنا لأبعد ما نتوصل. والحياة دي بجد كده يعني ما في النت ما شفناها، احنا ذاتنا ممكن نقول ما في قنابل، لكن التراكيب والمجهود تثبت لنا انه في حمام زاجل بقنبورة. والعين طبعا ملحية زي انتم شايفين، طرطور، كرافتة، ربما في التواليد تكون اكبر من كده وظاهر اكتر من كده. وطبعا والدة الفردة دي إن شاء الله هتشارك في سباق على بداية الخريف، يعني بعد شهر أو شهر ونص كده إن شاء الله. سباق يمكن 800 كيلو، ودي يعني أبدت نجاح ما شاء الله في كذا تدريب جربناه. الفروخ جربناها في مسافات ما بين 20 و 30 كيلو، فحققت نجاح ما شاء الله يعني يذكر. ونتمنى ان شاء الله كمان يعني انها تفوز على الجائزه الاولى في السباق. لا ان شاء الله ان شاء الله. ممكن نشوف الفرده الثانيه كمان لو سمحت. نشوف الفرده الثانيه اللي فيها وخطة الاصغر منها. دي الاصغر منه ولسه على كم؟ على
دي على 5 ريشات. كده ممكن تصل ترفع لفوق شويه. على 5 ريشات. الريشه وقعت يا داب، ما يعني ما لسه ما طلع كويس، لكن من قرايه الجناح كده بتشوف يا زول لو اصلا كده في ظاهره اسمها مرحله السلم في الجناح، يعني دي بعرفوها الهاوين. لو اصلا كده دققوا في الحمامه دي بيشوفوا السلم اللي احنا بنقصد بالسلم شنو كويس. دي الحمامه دي جناح. من اجمل طبعا الجمعيات اللي انا وجدتها ما شاء الله الاجواز اللي عندهم دي، لانه بعد تركيب وبعد مجهود. لو رفعت اللي فوق تظهر، ايوه، بعد تركيب ومجهود يعني اظهرت ما شاء الله. و كمان ممكن تميلها كده. ايوه، شكرا شكرا وبارك الله فيكم. اذا تحبوا تضيفوا اي حاجه يعني ان شاء الله هنلتقي معكم في حلقات ثانيه. ورونا تعليقات ونحب نسمع تعليقاتكم. شكرا.